يا مساء الجمال. فيلمنا النهاردة بيبدأ في فلوريدا لما بنشوف بنت اسمها نواح وهي بتلم شنطها عشان هتروح تعيش في لندن مع مامتها اللي هتتجوز راجل أعمال غني. وعلى الرغم من كده إلا إن نواح ما بتكونش مبسوطة خالص بالقرار ده عشان هتسيب صاحبتها الأنتيم وصاحبها دان، فبتقترح على دان إنهم يفضلوا على علاقتهم بس من بعيد. وهم في طريقهم للندن بنشوف نواح بتفضل تنتقد جوز مامتها اللي لسه ما شافتهوش، وده بيعمل توتر بينها وبين مامتها. ولما بيوصلوا لبيتهم الجديد في لندن بيقابلهم ويليام لاسر جوز مامتها الجديد، وبيرحب بيهم بحرارة وبيعرفهم على مارتن، وده واحد من موظفين البيت ومهمته إنه يساعدهم. ونواح بتبدأ تستكشف البيت الفخم وبتتصدم من العربيات الفخمة وأوضة نومها اللي متجهزة مخصوص عشانها. وهي بتبص من الشباك بتلمح ابن جوز مامتها نيك جنب حمام السباحة لأول مرة، وبنشوف مامتها بتدخل الأوضة وبتقول لها إن البيت متأمن ومحدش هيقدر يلاقيهم فيه. وبعدين نواح بتروح المطبخ فبتشوف نيك، ومن أول لحظة ما بينهم التوتر بيعلى وبيتخانقوا مع بعض، بس كلامهم بيتقطع لما جايلز صاحب نيك بيدخل عليهم. وبعد كده بالليل كلهم بيلبسوا لبس رسمي عشان يحضروا حفلة عاملها شركة ويليام، بس نيك بيتريق على شكل نواح وبيقول لها إن ذوقها مش حلو. وفي الحفلة نيك بيبقى مع بنت تانية في الوقت اللي جايلز بيقرب من نواح وبيقول لها إن نيك مش مجرد ولد غني ومتكبر، ده بنى ثروته بنفسه من شغله الخاص. وبعد شوية نواح بتتعرف على أصحاب نيك، وبعد كده هي ونيك بيرجعوا البيت سوا. وهم في الطريق نواح بتحاول تعتذر له، بس الموضوع بيقلب لخناقة تانية وبتوصف نيك بإنه ابن ماما المدلع. وفجأة نيك بيوقف العربية وبيجبرها تنزل وبيسيبها ويمشي، ونواح واقفة ومش عارفة هترجع البيت إزاي. وفجأة عربية بتقف قدامها، وده بيكون السواق بتاع الفيلا واسمه زاك، وبيقول لها إنه نيك بعته عشان يوصلها. بس نواح بترفض ترجع البيت وبتروح مع زاك حفلة سرية. وفي الحفلة نواح بتتعرف على واحد اسمه توم وبيعرض عليها تشرب حاجة، وبالصدفة نواح بتشوف نيك قاعد ومبسوط مع بنتين تانيين، ومن غير ما تفكر بتروح له وبترمي المشروب عليه، وده بيتسبب في خناقة تانية ما بينهم. وبعد شوية نواح بتحس إنها دايخة، بس لحسن الحظ نيك بيشوفها وبتقول له إن توم حط حاجة في المشروب بتاعها، ونيك بيتعصب وبيواجه توم وبياخد نواح على البيت. ولما بيوصلوا نيك بيحط نواح بالراحة على سريرها وبيلاحظ إن في علامات جروح قديمة على جسمها. وتاني يوم الصبح نيك بيسألها إذا كانت أحسن، لكن نواح لسه زعلانة منه وبتهدده إنها تقول كل حاجة لويليام، بس نيك بيوقفها. وبعدين بنشوف نواح بتدور على معلومات عن نيك على النت وبتكتشف إن عنده صاحبة، ومن كتر فضولها بتطلع لأوضته، بس قبل ما تلاقي أي حاجة نيك بيدخل فجأة وبيقفشها، ونواح بتتكسف وبتجري بسرعة من الأوضة. وبعد شوية نواح بيجيلها فيديو من رقم مجهول، وفي الفيديو بتشوف إن دان وصاحبتها المقربة بيحضنوا بعض، فنواح بتتعصب جدا. وبعد كده نواح راحت لنيك وهو كان بيخطط لخروجه وقالت له إنها محتاجة تصفي دماغها بعد انفصالها، وهما الاتنين راحوا مع بعض لمكان تاني، وباين إن المكان ده مخصص لسباقات الشوارع. ونواح اتعرفت على صاحبة اسمها جينا وصممت إنها تركب عربيتها عشان تجربها. وبعد كده نواح اتعرفت على باقي الشباب، وبنشوف نيك ونواح قعدوا يتكلموا لوحدهم، ونواح كانت بتقول إنها نفسها تجرح صاحبها جدا. ففجأة نيك بس نواح وخد صورة ليها وقال لها إنه هيبعتها لها عشان تستخدمها لما تحب تنتقم من صاحبها. وفي نفس الوقت ده جينا بتترجى صاحبها إنه ما يراهنش بمرتب الشهر بتاعه على فوز نيك بالسباق. وبنشوف جينا بتقول لنواح على واحد اسمه روني، وده ببساطة واحد مش كويس، من النوع اللي بياخد فلوس عشان يعمل مهمة ولسه خارج من السجن، وكمان بيكره نيك. لكن الكل عارف إن نيك ما عندوش فرصة يكسبه. ففي اللحظة دي نواح من غير ما تقول لحد بتتسلل لعربية نيك والسباق بيبدأ، وبتفاجئ الكل وبتوري مهارات سواقة رهيبة، وفي الآخر بتكسب السباق. لكن روني بيتعصب جدا وبيهدد نواح، وده بيخلي نيك يضربه بالبوكس، وده بيشعل خناقة بين المجموعتين. وفجأة البوليس بيوصل والكل بيهرب من المكان. ولما نواح ونيك بيرجعوا البيت بيكتشفوا إن في حاجات كتير مشتركة ما بينهم، ونواح بعد ما بتبعت الصور لدان بتشكر نيك. وتاني يوم الصبح وهم بيفطروا نيك بيقول إنه رايح يشوف مادي، وده بيخلي نواح تغير عشان فاكرة إنه هيقابل بنت تانية، لكن ويليام بيصر إنهم يروحوا مع بعض. ولما بيوصلوا نيك بيعرفها إن مادي تبقى أخته الصغيرة،
وهناك بتتقابل مع مامة نيك، ونيك بيقول لها إن علاقته بأمه معقدة، بس هي بتسمح له يشوف مادي طالما ما بيعملش مشاكل. وبعدين نواح بتسأل نيك عن صاحبته، وهو بيوضح لها إن البنت اللي بتقصدها مجرد صاحبة مش أكتر. وبالليل نيك بيعترف لنواح إنه عنده مشاعر قوية ناحيتها، وده بيخليهم يعيشوا أول لحظة رومانسية ما بينهم. وتاني يوم الصبح وهم بيجهزوا عشان يرجعوا البيت، مامة نيك بتحذره إن لو دخل في خناقة تانية مش هيسمحوا له يشوف مادي تاني. بس وهم في الطريق نيك بيبقى متضايق لأنه لسه لازم يتخانق مع روني بسبب اللي حصل في السباق. وبعدين بنشوف دان بيوصل فجأة لبيتهم، وبنعرف إن مامة نواح هي اللي عزمته عشان يقعد كام يوم، وده بيضايق نواح جدا. وبعد كده دان بيعتذر إنه خانها، ورغم إن نواح ما سامحتهوش بس بتسمح له يقعد معاهم. وتاني يوم الصبح وهم بيفطروا دان بيقترح يخرج مع نواح، وفي اللحظة دي نيك بيدخل عليهم، فدان بيعرف نفسه بس نيك بيتجاهله. ودان بيكتشف بسرعة إن نيك هو اللي في الصور اللي نواح بعتتهوله، وبيبقى فاهم إنها كانت مجرد خطة عشان تنتقم. وده بيخلي نواح تروح أوضة نيك وتحضنه وبتطلب منه يمشي دان. وفعلا نيك بيتصرف وبيعرض على دان فلوس عشان يسيب البيت في نفس اليوم، ودان بيوافق. وبالليل بنشوف الخناقة اللي الكل مستنيها بين روني ونيك بتبدأ، ونواح بتبقى قلقانة عليه وبتجري عشان تتفرج. ونواح من كتر خوفها على نيك بتقرر تسيب الخناقة وتمشي، وفي نفس اللحظة نيك بيقرر هو كمان يسيب الخناقة ويروح وراها، لكن روني بيتعصب وبيبقى بيطرده وبيهدده. وفي الآخر روني بياخد عربية نيك وبيمشي. وتاني يوم الصبح بيحتفلوا بعيد ميلاد نيك، وخلال الاحتفال نيك بيعترف لنواح إنه ساب الخناقة عشانها. ولما بيتأكدوا إن محدش شايفهم بيعيشوا لحظة رومانسية مع بعض، لكن لحظتهم بتتقطع لما مامة نواح بتدخل فجأة وبتخرب عليهم المود. وفي نفس الوقت نواح بتكتشف إنها بتقع في حب نيك أكتر وأكتر كل يوم. وبعدين بنشوف نواح بتدي لنيك هدية مميزة، ودي بتبقى فرصة عشان يسابق في مسابقة عربيات معاها. بس وهما في طريقهم للبيت روني بيهجم عليهم تاني، ولحسن الحظ بيقدروا يهربوا. ونيك بيقول لنواح إنهم ما ينفعش يقولوا لحد على اللي حصل ده. وتاني يوم بنشوف شلة الصحاب بيسافروا إبيزا علشان يكملوا احتفالات عيد ميلاد نيك. وهم هناك جينا ولو بيبدأوا يشكوا إن نيك ونواح بيشوفوا بعض في السر وإن في حاجة ما بينهم. وبالليل كلهم بيروحوا نادي عشان يستمتعوا، بس بنشوف واحد غريب بيبدأ يرقص مع نواح، ونيك فجأة بيتعصب وبيضربه بالبوكس. ونواح بتتصدم من رد فعله وبتتخانق معاه لأن تصرفه العنيف بيفكرها بذكريات مؤلمة من طفولتها، ونتيجة لكده بتقرر تبعد عنه. وبعد ما بيرجعوا من السفر جينا ونواح بيحضروا حفلة، ونيك وصحابه بيكونوا هناك هم كمان. وبنشوف صاحبة نيك السابقة بتغير لما بتشوف نواح وبتقفل عليها الأوضة عشان تنتقم منها. ونواح بيجيلها نوبة هلع، ولما نيك بياخد باله إنها بقالها فترة مش موجودة بيبدأ يدور عليها. وفي الآخر بيسمع نواح بتعيط وبيجري عشان يهديها قبل ما ياخدها على البيت. وفي اللحظة دي نواح بتكشف سر كبير لنيك، إنها هي ومامتها كانوا ضحايا للعنف بتاع باباها للسنين، وبعد ما شهدت ضده هو دخل السجن. ونيك بيهديها، وفي الليلة دي العلاقة بينهم بتقوى أكتر. وفي يوم من الأيام لو بيظهر فجأة في بيت نيك وهو مربوط ومتعور، وويليام بيحذر نواح وجينا إنهم ما بقوش في أمان في البيت، فبيوديهم فندق عشان يحميهم. وفي نفس الوقت بابا نيك بيسأله عن الأحداث اللي حصلت مؤخراً، ونيك بيقوله عن خناقته مع روني. وبعد كده البوليس بيبلغهم إن بابا نواح ترافيس خرج من السجن وإن روني كان شغال معاه. وفي نفس الوقت بنشوف روني بيخطف نواح في الأسانسير من الفندق وبياخدها رهينة. وبعدها بشوية ترافيس بيوصل وبياخد نواح بنته رهينة وبيتصل بويليام وبيطلب منه فدية عشان يسيبها. ونيك بيتصدم من الموقف، وفجأة بيفتكر إن العربية اللي روني سرقها منه كان فيها جهاز تتبع، فبيعرف مكان نواح بسرعة وبيبعت العنوان لبابا. ولما نيك بيوصل المكان روني بيهجم عليه وبيحاول يطعنه بالسكينة. وفي نفس الوقت ده ترافيس بيجبر نواح تسوق العربية ويهربوا. وفي الخناقة روني بيقدر يطعن نيك بالسكينة، بس نيك بينتقم وبيخبطه على دماغه بقطعة معدنية، وده بيخليه يفقد الوعي. وبعدين نيك بيجري على عربيته وبيجري ورا نواح وترافيس. وفي لحظة يأسة من غير ما يكون في حل تاني نواح بتخبط عربيتها في عربية نيك، وده بيسبب حادثة خطيرة. وفي اللحظة دي البوليس بيوصل، ونواح بتهرب بسرعة من ترافيس وهو بيطلع مسدس، بس البوليس بيضربه بالنار قبل ما يقدر يأذيها. وبعد كام أسبوع بنشوف نيك بيخف وبيستجم جنب البسين، ومن الواضح إن أهلهم لسه ما عندهمش أي فكرة عن علاقتهم دي. وكده بيخلص الفيلم، وفي النهاية ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية واللي أكيد هتعجبك. ونشوفكم المرة الجاية. باي باي.